الام سي بي سيرفر ما بقاش رفاهيه، هو بقى شيء اجباري علينا كلنا، لازم نعمله معانا في اي سيستم بنبنيه. زي ما كنا بنبني الاي بي اي سواء لموبايل ابلكيشن او للفرونت اند، اصبح علينا ان احنا لازم نراعي اننا نبني جزء يتواصل مع الاي اي ايجنت، وفي حالتنا هنا هو الام سي بي او الموديل كونتكست بروتوكول. ومن الشيء الرائع ان احنا نلاقي تيم اللارافيل اطلق الباكج بتاعته لارافيل ام سي بي حوالي من 3 اسابيع، وكنا اعلن قبل كده ان شاء الله ان انا هتكلم عن اللارافيل وازاي اللارافيل ام سي بي وازاي نقدر نستخدمها معانا في الكود. وكنت سجلت قبل كده فيديو عن باكج اللي هي اصبحت الان هي الاوفيشال باكج بتاعت البي اتش بي، وموجود ليها فيديو على القناه. فالنهارده ان شاء الله هنستعرض ان اللارافيل ام سي بي وقوتها ان احنا نعمل ام سي بي سيرفر يقدر من خلاله اي ايجنت يتواصل بيها، ويقدر يستخدم تولز جوه السيستم بتاعك يكسكيوت بيه لوجيك معين، او يعمل فيو للداتا، او يبقى في برومبت من السيستم بتاعتك يساعد الاي اي ايجنت يبعته لل ال ام. اللارافيل ام سي بي هي اطلقت حوالي من 3 اسابيع، بس هنقول هي التول دي هي في الاساس هي الكور باكج للباكج الاشهر اللي هي لارافيل بوست، اللي تقريبا اغلب المبرمجين اللارافيل بقوا يستخدموها حاليا عشان يبنوا بيها الانظمه المختلفه او السيستمز المختلفه اللي بيشتغلوا عليها. بتدي لهم سبورت سواء في كلود او في الجيت هاب كوبايلوت، بتساعدهم في بناء الاكواد، بتساعدهم في الاي اي ايجنت يبقى يروح ريفرنس سريع للدوكيومنتيشن المخصوص للباكج اللي شغال عليها، او في تولز معينه انها بتكريت بعض الفايلز او بتكسكيوت بعض الحاجات اللي عندنا. سريعا نبدا في اللارافيل ام سي بي باكج الاوفيشال دوكيومنتيشن اللي موجود على لارافيل في لارافيل فيرجن 12، وزي ما احنا شايفين هي في الغالب هتعتمد لازم يبقى مسطبين عندنا لارافيل 12 في الغالب. يعني اعتقد ممكن تشتغل مع الفيرجنات اللي قبل كده، بس يعني يفضل انك تستخدمها مع لارافيل 12 عشان نسطبها. كل اللي محتاجينه هنرن الكوماند الكومبوزر ريكوير لارافيل ام سي بي، وبعدها هنببلش الفندور بتاعنا عشان يببلش الاي اي راوتس عشان ينشئ لي ملف الراوتس اي اي. فسريعا هنا انا سطبت النسخه من اللارافيل، ومسطب معايا كذا حاجه تانيين كانت عامل لي سواء فورتيفاي او الجيت ستريم او الباسبورت او السانكتم. بس خلينا نقول هي الباكج الاساسيه بتاعتنا هي اللارافيل ام سي بي. مجرد ما سطبناها عملنا ببلش للريسورسز بتاعتها او ملفات الراوتس، نزل لي ai.php جوه فولدر الراوتس عشان نقدر نوجه اي ريكوستس جايه للام سي بي للفايلات بتاعتها المخصوصه. عشان نكريت سيرفر للارافيل ام سي بي، مبدئيا فكره اللارافيل ام سي بي هو هيبقى عندي سيرفر او اكتر من سيرفر. فاللارافيل ام سي بي عندي بتسبورت نوعين من السيرفرات. النوع الاولاني هو ال HTTP، والنوع الثاني اللي هو اللوكال اللي هو ال STD.IO، اتكلمنا عنهم قبل كده في فيديوهات. وكان في نوع ثالث اللي هو ال SSE، هو بالفعل مستخدم هنا في جزئيه من الاجزاء. ال SSE او السيرفر سايد ايفنت مستخدم في جزء من الاجزاء هنا اللي بنبعت منه النوتيفيكيشن، بس هو السبورتد سيرفر بشكل اوفيشال هو نوعين من السيرفرات عندنا. الاول اللي هو اللي بيسمى الويب سيرفر، والتاني بيسمى لوكال سيرفر. امتى اروح للويب سيرفر وامتى اروح لللوكال سيرفر؟ اللوكال سيرفر هو نفس السيرفر المستخدم في اللارافيل بوست، اللي هو انا بستخدمه كديفلوبر على جهازي، انا مش ما فيش ناس هتاكسس عليه. ف ببني السيرفر دوت على انه لوكال سيرفر، وبيشتغل من خلال التيرمينال. حتى امر الستارت بتاعه مختلف شويه عن الويب سيرفر. الويب سيرفر لما اغلبنا اكيد هنتعامل معاه بشكل ما او باخر، لو عندي سيستم والسيستم ده موجود على ريموت سيرفر او على جهاز شيرد ما بين كل الاجهزه، فبنبتدي نعمل الويب سيرفر لانه هيكومينيكيت مع اي اي ايجنت من خلال ال HTTP
requests. فمبدئيا خلينا بعد ما بنرن الامر بتاعنا اللي هو php artisan make mcp server وندي اسم للسيرفر. فخلينا سريعا هنروح هنلاقي اوتوماتيك نزل في الفولدر اللي اسمه mcp في السيرفرز اسم السيرفر. انا كنت عامل سيرفر باسم الكرنسي سيرفر. قبل ما نروح للكرنسي سيرفر ونشوف الامكانيات بتاعته، فكره السيرفر اللي انا عايز اعمله هو كان كالتالي: ان انا عملت سيرفيس. السيرفيس دي كل شغلتها بتروح تحول عملات من عمله لعمله لعمله تانية باعتمادا على السيرفيس دي. هي السيرفيس موجوده بابليك واي حد يقدر ياكسس عليها. فسريعا هنيجي نشوف بس شكل السيرفيس دي ترجع لي بداتا شكلها عامله ازاي. مبدئيا هنا الجزء ده انا بغيره باسم العمله الاي جي بي، وهنا بحط التاريخ اللي انا عايز فيه اسعار العمله. في حالتنا هنا لو مش عايز احط التاريخ احط اللاتست عشان ترجع لي احدث اسعار العمله. عفوا اللي حصل https cdn لاتست، وليكن هغير اسم العمله هتبقى الاي جي بي اللي هي الجنيه المصري. فهيروح هيجيب لي التاريخ بتاع النهارده اللي هو اخر تحديث، مش بتاع النهارده، اخر تحديث كان يوم 9/10. تمام. ليه 9/10؟ لان هو اغلب البورصات في امريكا بتبقى تقفل ايام السبت والاحد تقريبا. فتقريبا احنا بنتكلم ممكن تقريبا يوم 10 ويوم 11 هم اجازه، او يوم 10 ويوم 11 يوم 10 ويوم 11 اجازه. عموما احنا عندنا اخر تحديث للعمله هنا كان يوم 9/10، وكان الجنيه قصاد باقي العملات كلها. تمام. زي ما احنا شايفين انه العملات كلها بتتكون ب3 حروف. انا بس لاحظت ان في بعض العملات 4 حروف وده كان جديد بالنسبه لي، لكن هو في زي ستاندر موجود انه العملات بتتكون ب3 حروف: الجنيه المصري اي جي بي، الريال السعودي اس اي ار، الدولار الامريكي يو اس دي، اليورو اي يو ار، الدرهم الاماراتي اي اي دي. تمام. هنلاقيه هنا اي اي دي مش قدامي خلاص، خلينا نبحث اي اي دي. موجود اهو، ده موجود قدام في اول حاجه اي اي دي. فده سعر الجنيه المصري مقابل الدرهم الاماراتي. تمام. 1 جنيه هيساوي اللي هو 7 فلس واجزاء كتير. ده سعر الجنيه المصري قصاد الدرهم الاماراتي. فالفكره كلها انا عايز اعمل سيرفر يبتدي ياخد مني، اقول له عايز مثلا سعر الجنيه المصري قصاد، او سعر الجنيه المصري قصاد الأونصة الذهب بكام، او قصاد الدولار بكام، او الدولار قصاد الأونصة الذهب بكام. فيبتدي الام سي بي يروح للاند بوينت دي او للويب سيرفيس دي ويجيب لي منها السعر ويقول لي السعر الدولار قصاد الأونصة هيساوي قد كده. كل اللي احنا عملناه هو كلاس لذيذه وبسيطه. احنا بس خلينا دي دايناميك شويه، ان انا هتحكم في التاريخ وبتحكم في العمله، وبناء عليه احنا بنروح بنكيش برضو العمله في التاريخ معين عشان ما افضلش اروح لاكتر من مره للاند بوينت. وبقدر اجيب هنا الاسعار وارجعها، بديله from currency to currency والديت اللي انا عايزه فيه سعر العمله. ليه؟ لانه في جزء تاني من الام سي بي خليته يعمل لي تحليل مثلا على مدار 7 ايام سعر العمله كام. تمام. او ايه الاتجاه الجاي الصاعد ليها، او الاتجاه هي نازله صاعده، التحليل العام بتاع العملات بشكل عام. فدي السيرفيس اللي هتعتمد عليها الام سي بي بشكل عام. نرجع تاني للسيرفر بتاعنا. السيرفر بتاعنا هنا ده اسم السيرفر، الفيرجن بتاع السيرفر. تمام. الانستراكشن بتاعت السيرفر ان احنا هنا بنحط انستراكشن عشان ال ام تقدر تفهمه، او بنحط زي ديسكريبشن بنحط عشان لما نيجي نطلب تغيير عمله من الديسكريبشن ده بشكل كبير. هي بتتعرف على السيرفر بتاعي، مجرد ما اطلب تغيير العمله هي ممكن تخش وتدور وتشوف التولز المتاحه عندنا هنا. فبناء على الديسكريبشن اللي هنا او الديسكريبشنز اللي موجوده في التولز او الريسورسز او البرومبت عندي، بتساعد بنسبه كبيره الاي اي ايجنت انه يختار التول الصح. تمام. فعندنا مجموعه من البروبرتيز اللي موجوده، هم 3: واحده للتولز، واحده للريسورسز، واحده للبرومبتس. شبه بالظبط ما قلنا في الايفنت اللي بنحدد مثلا الايفنت الفلاني ليه listener الفلاني، فاحنا بنحدد هنا كل ما احط تول جديده
هضيفها للاري اللي اسمها تولز. كل ريسورس جديده هنضيفها للريسورسز والبرومبتس كذلك. خلينا نقول انه اللارافيل ام سي بي هي بتيجي ب 3 مين بريميتيفز او كابابيلتيز اساسيه للام سي بي. الثلاثه هم التولز، الريسورسز، والبرومبتس. التولز وظيفتها الاساسيه، كنا شرحنا الكلام ده في فيديوهات قبل كده، ان التولز وظيفتها الاساسيه ان بتكسكيوت كود على السيرفر عندنا، في لوجيك برمجه هيتنفذ، فانا هستخدم التولز. طب انا هعرض داتا من ملف بس، هستخدم الريسورسز. طب لو انا محتاج برومبت مساعد معايا عشان ال ام نديله برومبت ممتاز يرد عليا بيه، فهستخدم البرومبتس. اللارافيل ام سي بي هم الثلاث حاجات دول بس، بالاضافه ان احنا بننشئ معانا السيرفر بالشكل اللي احنا شفناه، ان احنا مجرد ما نعمل ان احنا بنستول السيرفر بتاعنا او بنكريت السيرفر بتاعنا، مش هيبقى فاضل غير ان احنا هنكريت التولز بتاعتنا او الريسورسز او البرومبتس، وازاي نديبج الحاجات دي مع بعض. فنرجع تاني للدوكيومنتيشن بتاع اللارافيل. بعد ما نسطب قال لك ان هو بينزل في الفولدر اللي اسمه اب ام سي بي سيرفرز، ولازم بيكستند البيز كلاس اللي هو لارافيل ام سي بي سيرفر. طب فازاي هنريجستر السيرفر بتاعنا؟ خلاص احنا انشأنا السيرفر بتاعنا، هنروح على الفايل اللي اسمه ai.php جوه ملف الراوتس، وهننستول او زي ما بنعمل في الراوتس هنضيف الراوت بتاعه. تمام. بالشكل ده اللي هو الام سي بي ويب. طبعا احنا قلنا عندنا نوعين، الويب واللوكال، فالفرق ما بينهم في الوضعيه دي الويب هنا واللوكال هنا. ورقم 2 بالنسبه لنا بنديله اسم الراوت بتاعنا والكلاس، نفس الوضع بتاع الراوتس العادي جدا، نديله كلاس. حتى بنقدر بنضيف له ميدل وير بشكل ما او باخر. الميدل وير بتاعي دوت انا لو حابب ان انا اعمل بعض ممكن يبقى بعض الاثنتيكيشن او بعض الحاجات ان انا اشوف الريكوست دوت هل هو اوثرايز انه يعدي، او حابب اريبليس بعض الداتا اللي جايه. الميدل وير شغل الميدل وير، فانا اقدر اصين لي الميدل وير زيه زي الراوت العادي جدا. فده الفرق ما بين ان احنا امتى هنكريت الام سي بي سيرفر بتاعنا ويب او لوكال. في حاجه تانية ان الام سي بي ويب انت مش محتاج ترن له اي كوماند اضافي، لكن الام سي بي لوكال لازم ترنه من خلال الامر ام سي بي ستارت، زيه زي الكيو بالظبط، كيو او السكيدول. الحاجات كلها اللي انا لازم ارن لها امر ويفضل طول الوقت مستني بيلسن اي ريكوست يجي له عشان يرد عليه. المهمه الثالثه، خلاص احنا سطبنا السيرفر وعرفناه في الراوتس بتاعتنا. اهم حاجه ان احنا يبقى عندنا ديباجنج تول. الديباجنج تول عندنا اللي هي الام سي بي انسبكتور، هي تول مش اللارافيل اللي عاملاها، بس خلينا نقول التيم المسؤول عن الام سي بي نفسه او الموديل كونتكست بروتوكول عامل التول دي جلوبال لكل الناس، بتقدر تست بيها اي ام سي بي سيرفر. فعشان ان احنا نرن الام سي بي انسبكتور بتاعنا، هنرن الامر بتاعنا اللي هو ام سي بي انسبكتور، ونديله اسم اسم السيرفر بتاعنا. تعالوا نجرب. ونشوف شكله عامل ازاي. ام سي بي انسبتورز، وهنقول هو كان اسمه كرنسي عندي صح، هنقول ان هو كرنسي. مجرد ما هرن الامر هنلاقي ان هو ابتدى يلود. انا كمان هرن البي اتش بي ارتيزن سيرف عشان نشوف. اللي طلع قدامي هنا ده البانل او الداشبورد بتاعت الام سي بي انسبتور، سوري انسبكتور. اوكي. وزي ما احنا شايفين هنا هي طلعت، واللينك بتاعنا لو هي ما فتحتش معاك اوتوماتيك انت هتقدر تفتحها من خلال اللينك ده. وهي هنا حاطه اللينك، بس نخلي بالنا انه السيرفر بتاعنا شغال على بورت 8000. تمام. فنخلي بالنا هي شغلته بدون اي بورت اضافي، فانت بس محتاج تعدل هنا لل 8000. تمام. هنستخدمه ك HTTP زي ما قلت، احنا عندنا 3 اشكال: STDIO، SSE، وال HTTP. زي ما قلنا اللارافيل بتعتمد على الاثنين دول، بس ال SSE بقى ديبريكيتد اصلا في البروتوكول،
ففي الغالب مش هيبقى متاح معانا الفترات الجايه. فهنشتغل على الاتش تي بي. هل هو دايركت ولا بروكسي؟ بروكسي هيروح للام سي بي انسبكتور ويبعت الداتا منه كباك اند تو باك اند. دايركت هو هيروح للسيرفر، ساعات هيقابلك احيانا مشكله الكروس لازم تحلها. تمام. طيب اول حاجه بس انا حابب افصل الاوثنتيكيشن. تمام. خلينا نقول احنا كده جهزنا الانفايرمنت بتاعتنا ان احنا عشان نشتغل. ناقص لينا بقى ان احنا نكريت التولز بتاعتنا. سريعا لما نروح نشوف التولز بتاعتنا نكريتها ازاي. بامر بسيط برضو، ام سي بي هنقول ميك ام سي بي تولز ونديله اسم تولز، ومجرد ما هننشئ التولز بتاعتي بتنزل في فولدر الام سي بي، هنلاقيها اسمها تولز وهنلاقي نزلت بالاسم ده. اهم حاجه بالنسبه لنا الديسكريبشن يبقى وافي وكافي انه يعرف ان التول دي بتعمل معانا ايه. لازم تكتبها بشكل صحيح، بشكل ويفضل كمان يبقى فيها مثال عشان الاي اي ايجنت يقدر يفهم ان التول دي يجي لها امتى. تمام. الجزء بتاع اللوجيك بيتكتب في الهاندل. تمام. اي تول عندي ممكن نعتبرها ممكن تاخد معايا باراميترز زي ما عندي هنا from currency to currency والاماونت. انا بطلب كده بعرف الاي اي ايجنت انت عشان تستخدم التول دي انت لازم تبعت لي الثلاثه باراميترز دولت، وشكل الباراميترز دي احنا بنكتبها تحت في السكيما. يبقى التولز بكتب فيها سكيما. السكيما دي بنقول عندي اماونت، الاماونت دي لازم تبقى نمبر، وبديله ديسكريبشن. ديسكريبشن مهم عشان الاي اي ايجنت يفهم الباراميتر ده محتاجه ليه. from currency دي العمله اللي احنا هنحول منها، ماشي. و to currency دي العمله اللي هنحول اليها، وطبعا انا مدي مثال. بالتالي انا عندي سكيما كده. اول ما الاي اي ايجنت هيبعت للتول بتاعتي الريكوست هياخد من اليوزر الثلاثه داتا دول عشان يقدر يبعتهم للتول. اقدر افاليديت الباراميترز اللي جاي لي من الريكوست فاليديت العادي جدا اللي احنا بنستخدمه كلنا مع الكنترولر. بعد ما فاليديت الداتا بقدر بعد كده اروح للكلاس اللي انا او السيرفيس اللي انا عاملها عشان احول الكرنسي اللي انا عايزها. تمام. وهيجي عندي نقطه هنا الريسبونس. في لارافيل ام سي بي الريسبونس عندي حوالي تقريبا 3 انواع. عندي ان انا اقدر ارد بتكست، ارد بايرور، ارد باري، ارد ببلاب تقريبا. اتوقع هم دول الثلاث انواع هنتطرق ليهم اثناء الدوكيومنتيشن. تمام. فخلينا الشيء الشائع عندنا ان احنا بنرد بتكست. الفكره كلها جاي لي ريكوست، جاي لي بالبارامترز الفلانيه، افاليديت عليها، اعمل الاكسكيوشن بتاعي، سواء اروح للداتابيز هجيب افيتش داتا من الانترنت، هعمل الاوبريشن بتاعتي، هرد على اليوزر ازاي؟ هرد عليهم بريسبونس تكست. طب لو في ايرور هرد عليهم بريسبونس ايرور. هنا انا عملت تراي كاتش. طبعا جوه الكود هنا في اكسبشنز كتير، اي اكسبشن فيهم هيجي هيخش جوه الكاتش وهناخد المسج بتاعتنا وهنرد على الام سي بي او الاي اي ايجنت بتاعي بالايرور اللي جاي. تمام. فخلينا نتست سريعا كده الام سي بي معانا ده. خلينا نعمل كونكت الاول. هو 8000 على الكرنسي مظبوط. كونكت. عمل كونكت. اول ما قال لك كونكتد هنلاقي هنا احنا تطرقنا لده، ما تطرقناش للاثنتيكيشن والكونفيجريشن. بس الكونفيجريشن بتوضح انك انت السيرفر بتاعك هيبقى تايم اوت قد ايه، الماكسيمم توتال تايم اوت، الريست تايم اوت اون بروجريس، البروكسي سيشن توكن دي بتتغير مع كل ستارت للام سي بي انسبكتور. تمام. وهكذا. فهنا دي الكونفيجريشن. عندي جزء تاني خاص بالاوثنتيكيشن هنرجع له في الاخر ان شاء الله. من فوق هنا عندي ان احنا هنبوك اب او ان احنا هنعمل عمليات ديباجنج لي. عندي الريسورسز، برومبت والتولز، دول الثلاثه الاساسيين عندنا في اللارافيل ام سي بي. البينج بتعمل بينج للسيرفر تاكد انه اونلاين ولا لا. السامبلينج والالكشنز او الكتيشنز والروتس مش متاحين في اللارافيل. هم حاجات تخص اكتر السيمبلز ان احنا بنوضح نقول الديمو ازاي نقدر نستخدم التولز بتاعتي او البرومبت بتاعتي او الريسورسز بتاعتي.
الالكتيشنز حقيقي ما راجعتهاش كتير لانها لسه في التحديث الاخير اللي طلع من شهرين. الروتس ان انا بحدد الفولدرات الاساسيه اللي هيتعمل عليها الام سي بي سيرفر بتاعي، لانه لو هو على اللوكال فانا بديله ممكن ياكسس على بعض الفولدرات اللي موجوده عندي على اللوكال ديسك، فبيقدر ياكسس بره البروجكت نفسه، فهنا بحدد له الروتس بتاعتي. الاوثنتيكيشن وده الجزء الخاص بالاوثنتيكيشن اللي احنا هنرجع برضو فيه زي ما قلت للاخر. فمبدئيا احنا عملنا التولز. انا طبعا لو هنرجع للسيرفر بتاعي هتلاقيني ان انا عرفت 2 تول او 2 تولز. ماشي، التولز الاولانيه الكرنسي تولز والثانيه الستريم تول. تمام، فلما هنيجي نعمل هنا الليست هيرد عليا ان انت عندك 2 تولز بالفعل، واحده اسمها الستريم تول والكرنسي تول. هنا يجي هو ازاي سماهم. التسميه عندنا في التولز بتاعتنا بتتسمى بناء على كرنسي تول راحت فين اهي، بتتسمى بناء على اسم الكلاس. طب انا لو مش حابب اسميها بنفس اسم الكلاس، هنا كرنسي تول فهي كرنسي داش تول. طب لو انا مش حابب اسميها، تمام، هنرجع للدوكيومنتيشن هنلاقي عندنا بروبرتي خاصه بالحته دي، ان احنا بنقول له النيم بتاعتك هتبقى بالشكل ده والتايتل بتاعك هيبقى بالشكل ده. فمش هيرابلس اسم الكلاس زي ما موجود هنا ويحطه زي ما ظهر لنا. على سبيل المثال خلينا نجرب طيب مثال حي. ماشي، جيت كرنسي اكسشينج ريت. هل محتاج ارستر ولا لا؟ ما اعتقدش، بس هنعمل كلير ونعمل ليست تاني ونشوف. غير الاسم. تمام. طب مجرد ما ادوس على اسم التول بتاعتي هنا، لقينا عندي الاماونت from currency to currency. الثلاثه بيعملوا ايه؟ شرحناهم، هما السكيما بتاعتنا لو تفتكر السكيما هنا. فهنقول مثلا الاماونت عندي عايز اغير واحد واحد هو هنا في المثال كنت بعمله بالذهب، فخلينا نقول اكس اي يو. الاكس اي يو هو الاونصة الذهب، فنقول سعر 1 اونصة ذهب لليو اس دي، هنقول له run tool. قال لي ال 1 اكس يو is equal to 4018 يو اس دي دولار. طيب في حالة ان انا اخطأت في اسم العملة، طبعا احنا قلنا حاطين exceptions كتير عندنا، فقال لي الاكسبشن رد على قال لي failed to fetch الاكس اي يو الكرنسي داتا. ليه؟ لان ما فيش اصلا عمله بالاسم ده. فده كان المثال الاولاني. هنلاحظ هنا الهيستوري اللي بتيجي، الكول اللي بيروح. طبعا الكوميونيكيشن زي ما اتكلمنا في فيديو قبل كده بيتم بالجيسون بالجي ار بي سي، تمام، فيرجن 2، فهو بتبقى قريبه جدا من الجيسون، وبيبقى ده الشكل بتاع الريكوست اللي رايح. هنا ده الهيستوري بتاع الريكوست اللي رايح، وهنا بيظهر السيرفر نوتيفيكيشن. تمام. السيرفر نوتيفيكيشن هو لما يبقى عندي تول هتاخد اكسكيوشن طويل طول الوقت، فانا مش هخلي بعض الاي اي ايجنت بتفضل تدي ابديت لليوزر، فانا مش هخلي اليوزر واقف مستني الابديتس. فخلينا انا هنا عامل الاكزامبل ده لفكره النوتيفيكيشن. لو هنروح للستريم تولز، تمام، هنروح هنا هنلاقي كل اللي بنعمله ان انا عامل فول لوب، وكل من واحد من 0 ل5، يعني هيعدي 5 مرات لحد اقل من 5، وهيرد باليلد. اليلد الجنريتور بتاع البي اتش بي اللي هو اللي مستخدمينه في مثلا لارافيل اوكتان او رياكت بي اتش بي. اليلد ان هو بنبعت الريسبونس وبنفضل مستنيين لما يجي ريسبونس ثاني عشان نبعت ريسبونس من غير ما نقفل الكوميونيكيشن. فهنا هيخش اللوب هيفضل يبعت نوتيفيكيشن في ان هو في بروسيسنج، ولما يخلص خالص هيبعت done. تعالوا نجربه. هنخش على التول دي، طبعا ما فيهاش اي سكيما، وهنعمل للران تول او الراننج. هنلاقي نوتيفيكيشن بتظهر تحت، وكل نوتيفيكيشن فيهم بتظهر. خليني الحق بس الاخير، النوتيفيكيشن الاخير كل واحده بروسيسنج السكند نمبر 1. لو رحنا على ال5 نلاقيها بروسيسنج سكند نمبر 5، والاخر رد عليا بدن. فدي فكره النوتيفيكيشن، انه هيبعت لي في مكان ما نوتيفيكيشن، يبعت للاي اي ايجنت نوتيفيكيشن
بدل ما يفضل مستني ريسبونس بعد 10 ثواني 20 ثانيه 30 ثانيه، لا هو فري طول الوقت. هيقول له احنا بنعمل بروسيسنج للداتا او بنبعت الابديت من خلال النوتيفيكيشن. نرجع نشوف ناقص ايه تاني عندنا في الدوكيومنتيشن. اتكلمنا عن التايتل، تول نيم، التايتل والديسكريبشن. تمام. قلنا الديسكريبشن مهمه بالنسبه لنا جدا، عشان ان دي الميتا داتا اللي بتروح للاي اي اللي بتساعده انه يعرف ان التول بتاعتك بتعمل ايه ويقدر تعمل بشكل efficient. تمام. عندي اتكلم هنا عن التول انبوت، وقال لك هو السكيما كلها بتتاخد بتيوز اللارافيل الجزء بتاع الجيسون سكيما. تمام. بتاع الكور باكج بتاع اللارافيل نفسه. تمام. فبتقول له string او بتقول له array او بتقول له بقى number بناء عليه، اهم حاجه الديسكريبشن، وبتقول له required ولا ساعات تدي له الديفولت داتا. هتفاليديت الارجيومنت ازاي؟ بالفاليديشن اللي احنا اتكلمنا عنه. تمام. وهنا قال لك ازاي ترابلس الريسبونس بتاع الايرور لو حابب تعمل له كاستم في حاله ان بيفاليديت الداتا وطلعت مش مظبوطه، فازاي هتكستم الايرور بتاعك. اتكلم عن الديبندنسي انجكشن، قال لك تقدر تنجكت جوه الكونستراكتور بتاعك، على سبيل المثال السيرفيس بتاعت الكرنسي اكسشينج ريت نقدر نعمل لها انجكت من هنا، وفي نفس الوقت نقدر ننجكت جوه الهاندل، بنقدر ننجكت السيرفيس بتاعتنا هنا. التول انونيشن، عندنا 4 تول انونيشنز بنقدر بنحدد انه او بنحسن انه الاي اي يعرف انه التول بتاعتي دي بتعمل ايه. هل هي بتريد اونلي داتا من على السيرفر مثلا، ولا هي بتعمل تغيرات جذريه على السيرفر. تمام. ولا هي ايدومنتنت عندنا. يعني ايه الايدومنتنسي او الايدومنتنت عندنا؟ بتبقى لو عندك ريكويست هيروح لاند بوينت معينه، انت ممكن اليوزر يروح 3 4 مرات، يدوس على الزرار 3 4 مرات هيروح على الاند بوينت بنفس الفاليو بتاعته. فانت عايز لاول مره تاخد الفاليو تاخد الانبوت بتاعته، تعمل عليها الاوبريشن وترد على اليوزر. مهما راح بعد كده بنفس الداتا بتاعته في كل مره هيرد عليها بنفس الداتا. على سبيل المثال انت عندك لو في باب الدفع بندفع فاتوره، فاليوزر دخل القيمه، دخل فيزا، داس دفع، فكده الطبيعي من غير الايدومنتنسي عندنا هيخلي اليوزر يدفع 3 مرات، هنسحب الفيزا 3 مرات. ولكن كون انه البيمنت جيت ويز بتراعي الحته دي وبتبعت حاجه زي كالكوليشن او هاشه مع في الفورمه ديت، فبتعرفني ان الفورمه دي هتتنفذ على الهاشه دي مره واحده. مجرد الهاشه دي استلمتها مره واحده ونفذت عليها مره واحده، اي مره هتجيلي معاها نفس الداتا على نفس الهاشه مش هنفذها، بس الفكره هرد بنفس الريسبونس اللي انا رديت بيه في اول مره. طيب الارتبيوتس دي هنستخدمها فين؟ انا زي ما احنا مستخدمينها هنا نحطها قبل تعريف الكلاس. نقدر نقول هي is open world، ان انا بقدر اتواصل مع العالم الخارجي. هي طبعا زي ما قلنا هي بتساعد الاي اي اكتر انه يعرف انه التول دي هتعمل فين والتأثير بتاعها هيحصل فين. عندنا اخر حاجه الكوندنشال تول ريجستريشن. احنا بنقول عشان التول دي امتى تشد ريجستر ولا لا، عندي فانكشن بنضيفها تحت ايا كان اللوجيك بتاعي. لو رجع بترو فهي هتريجستر، لو رجع فولس على سبيل المثال، تعالى نرجع انا بعدل في الكرنسي تول، مجرد ما خليتها فولس هرجع للانسبكتور بتاعي، هعمل كلير، هعمل ليست، ما رجعتش معايا الكرنسي تول. ومجرد ما ارجعها ترو تاني، كلير ليست، رجعت معايا. بالتالي احنا ممكن نستخدمها في حاجه زي الاوثورايزيشن، مش الاوثنتيكيشن. في الاوثورايزيشن احنا نشوف اليوزر ده ليه اكسس على التول دي ولا لا. هي ممكن التول تبقى متاحه لكل اليوزر ما عدا ناس معينه، او متاحه لبعض الناس على السيستم، فممكن استخدمها في الحاله دي. الريسبونس قال لك عندنا الريسبونس كله بياخد انستنس من لارافيل ام سي بي ريسبونس، والانواع اللي عندي هنا التكست، الايرور،
وعندي الاري اللي بتبقى مالتيبل، الكونتنت ريسبونس بتبقى array of text او array of errors مثلا. وعندنا الستريمينج ريسبونس اللي احنا جربناها، اللي هي بتاعت اليلد، اللي بتطلع الجنريتور بيرجع نوتيفيكيشن. فانا عندي كده ايرور وتكست ونوتيفيكيشن، تمام. وفي الانواع الثانيه في البرومبت او الريسورس هنلاقي تقريبا في الريسورس هتلاقي البلاب ريسبونس، تمام. ده فيما يخص التول. تعالوا نجرب التول دي معايا على الفيجوال ستوديو كود. طبعا في الفيجوال ستوديو كود انا بنيت التول، فلازم اكريت ملف اساسي هنضيفه، مثلا هندوس كنترول شيفت بي، اوكي، واد سيرفر. ولما اد سيرفر هو هيطلب منك بعض البيانات، هيقول لك هنختار ال HTTP، ولما ال HTTP هتحط له اللينك ايا كان، تمام، وهتحط له الاسم، وهتدوس هل هو جلوبال ولا ورك سبيس. فانا مثلا اخترته في الورك سبيس ونزل لي تحت هنا، تمام. انا طبعا حاطط السيرفر بتاعي القديم، اوكي، هو جاهز على الاتصال بشكل مباشر. كل اللي هعمله بس هنا هقول له ستارت. هو دلوقتي راننج، بيقول لي عندك 2 تولز، واحده برومبت، ولو شفت هتلاقي واحد ريسورس كمان. بس هو كده دلوقتي السيرفر كونكتد عندي، مجرد ما اكتب. وهنا قال لي في ايرور، الايرور قال لي ما قدرش اللي انا لسه حاسفه، ما فيش مشكله. اتمنى بس ان هو ما ياثرش عليا. طيب خلينا، هو ما كانش المفروض احذف، كان خلينا او ما كناش المفروض نضيف. انا اعمل سيف بس الاول، لما دوست سيف واتشال الايرور من هنا، تمام. خلينا نقول انا مثلا ما هو سعر واحد أونصة ذهب مقابل الجنيه المصري، تمام. انا هنا بقى حاطه بالعربي مش بالانجليزي. الكوبايلوت باستخدام GPT 5 ميني. انا طبعا اقدر اغير الايجنت، بس اهم حاجه نخلي بالنا ان احنا على الايجنت نقدر نغير لاي ايجنت عندي موجود من عندي هنا، سواء كلود، GPT 4، ايا كان. هنا هو الكوبايلوت او الاي اي ايجنت راح بحث لقى في تول يقدر يستخدمها اللي اسمها الكرنسي تول، اللي موجوده في لارافيل MCP دي، اللي هو السيرفر بتاعنا، تمام. وعشان يريتريف الداتا هو طلع من التكست او الكونتكست بتاعي الجيسون داتا اللي هو هيبعتها، هي الاماونت واحد from currency XEU to currency EGB. انا بعت له بالعربي، هو ك AI حول العربي ده للعملات بالكود بتاعها، تمام. مجرد ما ادوس له allow هيروح للسيرفر بتاعي، هيكومينيكيت على السيرفر لارافيل اوتوماتيك. اللي هيحصل قال لي الآن هو خلينا سعر 1 أونصة ذهب اللي هو ده العملة بتاعتها مقابل الجنيه المصري اللي هو ده، الآن هو تقريبا المبلغ 190,000 جنيه وكسور. مصدر السعر خدمة تحويل العملات المضمنة في المشروع والتاريخ والوقت الآن 13 أكتوبر 2025. الحتة دي مضافة، أنا مش برد بالشكل ده بالفعل، خليني أنا برد. هي طبعا كلام بالإنجليزي، ولأن أنا سأله بالعربي فهو حوله للعربي. الرد بتاعي كان انه القيمه من كذا لكذا بتساوي كذا، بس هو يعني الجزء اللي فوق بتاعي الجزء اللي تحت هو ضافه في الريسبونس بتاعه. خليني ارجع كده اشوف الفيديو هل هو طول ولا ايه، تحسبا انه يعطل في اي مكان، فممكن اوقف الفيديو على كده ونكمل في فيديو تاني ان شاء الله.